هو وسام ابو علي هيمشي من النادي الاهلي ولا لا؟ ده سؤال حلو. بس في العرض الفترة الأخيرة احنا سمعنا كلام كتير جدا عن احتمالية خروج ورحيل وسام أبو علي من النادي الأهلي، خصوصا إن اللاعب تألق في كأس العالم للأندية، خصوصا في آخر لقاء للنادي الأهلي وقدر إنه يسجل هاتريك في ماتش خلص 4-4 طبعا قدام بورتو. وبعد ما النادي الأهلي أنهى مشواره في كأس العالم للأندية، وسام أبو علي جاله عرض من الريان القطري، وبعدها طبعا النادي الاهلي رفض العرض ونزل ببيان على طبعا صفحاته الرسميه على السوشيال ميديا. طبعا بيقول النادي الاهلي بيقفل الباب تماما امام رحيل وسام ابو علي. طبعا دوت خصوصا ان وسام ابو علي مهاجم ممتاز جدا، بيعرف يلعب براسه وبرجليه كويس جدا، ومن الصعب انك تلاقي لاعب مصري كويس جدا وبيعرف يلعب براسه وبرجليه كويس جدا زي وسام ابو علي. خصوصا ان وسام ابو علي لاعب فلسطيني، واللعيبه الفلسطينيه في الدوري المصري بتسجل كلعيبه مصريه، فمش بتسجل كلاعب محترف، فصعب طبعا انك تلاقي لاعب زي وسام. فعشان ينتشر كلام بعديها بيوم او يومين عن ان وسام ابو علي بيطلب الرحيل من النادي الاهلي ومش عايز يكمل في النادي الاهلي. طبعا بعدها جه عرض لوسام ابو علي من فريق كولومبوس كرو الامريكي بحوالي 5 مليون دولار لوسام ابو علي، مع ان طبعا انه ممكن يوفروا له حرس ويحميه، وانه ممكن يقعد حوالي 3 4 سنين مع الفريق الامريكي ويحصل على طبعا الجنسيه الامريكيه بعدها. طبعا وسام كان مرحب جامد جدا بالعرض، لكن طبعا النادي الاهلي رفض العرض. فبعدها طبعا وسام قرر انه ما يحضرش تاني تمرين للنادي الاهلي، وينزل النادي الاهلي عليه بعقوبه. وبعد كده وسام رفض انه يسافر مع النادي الاهلي لمعسكر تونس، والنادي الاهلي طبعا ما خدش معاه وسام المعسكر بتاع تونس. وبعدها ينزل الاتحاد الفلسطيني ببيان انه لازم الاتحاد المصري يتدخل في الموضوع دوت، وان النادي الاهلي لازم انه يحمي اللاعب بتاعه علشان يكون الصوره والشكل احسن من اللي هم من وجهه نظر هم شايفينه. وبعدها طبعا وسام ابو علي بينزل صوره على حسابه الشخصي طبعا في ستوري انستجرام، حاطط ايد في ودنه وايد على بقه طبعا فيما معناه ساكت وعامل نفس سامع. وبعدها طبعا بتنتشر صوره